السلام عليكم ورحمة الله. زي ما انتم شايفين كده لسه مشطبين الركنة اللي قدام منكم. طبعا دي 3 قطع بتاعتين كبار، فيهم واحدة سرير والتانية شازلون. زي ما انتم شايفين كده السرير ماشي. الناس اللي هي ما بتعرفش تطلع سرير اهو لازم يكونوا مصدرين رجليهم عشان ما تجريش بالكنبه، لان السرير بيبقى تقيل اهو. ده بالنسبه للسرير. ده القطعه الثانيه. طبعا عند العميل هتبقى الشازلونج ده فيه القطعه بتاعت السرير، والقطعه ديت هتبقى قصاد منها. ده الشازلونج هيبقى محطوط هنا اهو، وديت الكنبه دي هتبقى قصاد الركنه. زي ما انتم شايفين كده. طبعا انا هنقلها قدام منكم عشان خاطر زي ما انتم شايفين كده اتجمعت. بقت كده 3 قطع منفردة. هتبقى الركنة الكنبة التانية هتبقى قصاد الركنة ديت. هي أصلا كده عند العميل، يعني في إيدهم يصغروها يكبروها كده يعني. ده السرير زي ما احنا قلنا، لكن مفيش أي حاجة. طبعا السفنج كثافة 40. احنا زي ما احنا قلنا كده في الفيديوهات اللي فاتت، حاليا دلوقتي ما بقاش فيه 45. كان فيه 45 بقالها فترة مقطوعة، لكن أنا كنت مخزن كمية كبيرة وكنت مشغل بيها نفسي للزباين والكلام ده، وآخرها شغل لسه فات يعني. إنما أنا حاليا دلوقتي الشغل كله هيبقى كثافة 40. إنما أنا الكثافة ال 45 موجودة، لكن في الهايبر بس، مش في المضغوط. المضغوط اللي هو الناشف، اما الهايبر اللي هو الطري اللي هو بيتقال عليه برضو السفلي. الظهر كله فايبر هولو. ده اعلى فايبر زي ما انتم شايفين كده. طبعا الحاجه اللي هي فيها سرير او صحاره لازم تبقى القاعده كلها ثابته، ما تنفعش يبقى فيها شلل متحركه، لان السرير مش هيعرف يطلع ولا هيبقى في نفس مستوى المتحرك، فهيبقى في كعبله. فدي اصلها ما ينفعش فيها كلام تاني، هي كلمه واحده بتبقى الاصل بتاعها زي ما احنا غير اللي هو السفنج القاعده الشلت والنفخات والكلام دوت حاجه تانيه. زي ما انتم شايفين كده. طبعا ديت مش صحاره، ده شازلونج بس، لكن اللي يشوف ويقول ده متحرك كده يعني. ويا ريت ما تنسوش اللايك والشير وكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.